بزاف ديال المساطير كتبان لينا معقده، وبزاف ديال الحقوق كتضيع حيت ما عارفينهاش. وقفه مع القانون، نبسطوا المفاهيم ونقربوا الاداره. رحله اسبوعيه في قلب القوانين اللي كتهم حياتكم اليوميه، مع محمد دفيلي على منصات خبر 24. السلام عليكم واهلا بكم متابعينا الكرام. معكم محمد دافيلي في حلقه جديده من برنامجكم وقفه مع القانون. هذه السلسله اللي كنحاولوا من خلالها نبسطوا المساطير والمفاهيم القانونيه اللي كتهمنا كاملين باش نفهموا حقوقنا وواجباتنا تجاه المؤسسات. بعد ما تعرفنا في الحلقه السابقه على صلاحيات رئيس الجماعه، اليوم غادي نجاوبوا على سؤال كيشغل بزاف ديال الناس: كيفاش نقدروا نشاركوا في تدبير شؤون الجماعه ديالنا؟ شنو هو حقنا في تقديم العرائض وفق القانون التنظيمي 113-14؟ خليكم معنا. الدستور ديال 2011 والقانون التنظيمي للجماعات ما بقاوش كيشوفوا المواطن غير كمصوت نهار الانتخابات، بل كشريك في التنميه. هذا الشيء القانون فرض على كل جماعه احداث واحد الاليات تشاركيه للحوار والتشاور. من أهم هذه الآليات كاين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. هذه هيئة استشارية كتجمع فيها فعاليات من المجتمع المدني، والدور ديالها هو تعطي الرأي ديالها في برنامج عمل الجماعة وفي كاع القضايا اللي عندها صبغة اجتماعية. يعني الجمعيات ولات عندها إمكانية داخل الجماعة باش توصل صوت الساكنة واحتياجات الفئات الهشة. دابا نهضروا على القوة القانونية لتلك الإمكانيات اللي عطى القانون للمواطن والجمعيات، وهي حق تقديم العرائض. أولا، شنو هي العريضة؟ هي واحد طلب مكتوب كيقدموه المواطنين أو الجمعيات لمجلس الجماعة باش يدرجوا واحد النقطة معينة في جدول أعمال الدورة ديال المجلس. ولكن باش هاد العريضة تكون مقبولة قانونيا عندها شروط بالنسبة للمواطنين. يعني العريضة اللي كانوا غادي يقدموها المواطنين، تعالوا نعرفوا الشروط. خاص يكونوا أولا ساكنين في الجماعة، أو لا تيمارسوا فيها واحد نشاط اقتصادي أو لا تجاري أو مهني، وأيضا خاصهم يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية ويكون عندهم مصلحة مشتركة في الموضوع. وخاص العارضة يوقع عليها واحد العدد معين من السكان. مثلا بحال الجماعات الصغيرة على الأقل خاص 100 توقيع، وكتوصل في جماعات أخرى اللي هي كبيرة ل 400 توقيع. أما بالنسبة للجمعيات، يعني إلا كانوا جمعيات هما اللي غادي يتقدموا بواحد العريضة معينة، خاص تكون الجمعية مؤسسة في المغرب لمدة أكثر من 3 سنوات بشكل قانوني، يكون المقر ديالها هذيك الجماعة، والنشاط ديالها عنده علاقة بموضوع العريضة. والأهم في هادشي كامل هو أن موضوع العريضة اللي غادي يتقدموا به المواطنين ولا الجمعيات خاصو يكون داخل في اختصاصات الجماعة. إذن القانون عطانا وسائل باش نأثروا في القرار المحلي. فاش كنقدموا عريضة محترمة للشروط القانونية، المجلس هنا ملزم أنه يدرسها ويجاوبنا. هذا الشيء كامل كيعزز الشفافية وكيخلي الجماعة قريبة من انشغالات المواطن الحقيقية. والمواطنة ماشي هي غير نبقاو نتشكاو، بل خاصنا نستعملوا هذه الآليات القانونية باش نغيروا الواقع. كانت هذه حلقتنا اليوم من وقفة مع القانون. الغرض ديما هو نشر الوعي القانوني والمساهمة في تجويد علاقة المواطن بالإدارة. في الحلقة الجاية غادي نهضروا على كيفاش كتسير الإدارة ديال الجماعة، وشنو هما شركات التنمية المحلية وغيرها من أشكال التعاون. شكرا لحسن المتابعة، ونتلاقاو في الموعد القادم بإذن الله. تبقوا على خير.